ليلة سودة على الجالية السورية في تركيا امبارح، تحديدا في ولاية قيصري في تركيا. اعتداءات من المواطنين الأتراك وصلت لحد إن هم ولعوا في ممتلكات السوريين والبيوت. يعني الناس هربت واستخبت في المساجد من كتر الاعتداءات عليهم، وإن محدش آمن على حياته. ولعوا في عربياتهم، نهبوا محلاتهم وولعوها بعد ما نهبوا اللي فيها، وبيطاردوا أي حد سوري يشوفوه هناك أو عربي تحديدا. يعني هم يعني ما بيعرفوش يفرقوا بين العرب أصلا، بين سوري أو غيره يعني. فأي حد في ولاية قيصري معرض إن هو يعني مش آمن على حياته يعني، وبيدمروا الممتلكات وكل شيء. لكن السبب يقال في وسائل الإعلام المحلية التركية إن حصل إن شاب سوري تحرش بفتاة سورية صغيرة في السن، يعني لسه قاصر، تحرش بيها وهم عرفوا الموضوع، وبسبب اللي حصل ده هم هاجموا السوريين كلهم. يعني سبحان الله، واحد دماغه ضايعة منه تسبب في مشاكل وبلاء لبني جنسه بالكامل هناك في تركيا. واصلا تركيا يعني في كده كده من نفسهم هم بيكرهوا العرب اساسا لوحدهم، وخصوصا السوريين اللي موجودين عندهم، وعايزين يخلصوا منهم ويرحلوهم هناك باي شكل كان. فقوم دي حجة او سبب ان هم بقى يعني ينفسوا عن غضبهم عليهم.